من غير تأليف فيتوريا، تعالوا نتكلم بالورقة والقلم عن طريقة لعب منتخب مصر لو فيتوريا ما ألفش فيها ولعبنا بالطريقة الطبيعية والطريقة العادية اللي تقدر تفوزنا مباراة الرأس الأرض. علشان نركز ونقدر نلعب كورة لازم ما نلعبش بنفس الخطة اللي هو لعب بيها، ان نصنا بيدافع ونصنا بيهاجم في المباراتين اللي فاتوا لحد الشوط الثاني من منتخب غانا. واحنا شفناها في المباراة الأولى وبعد كده في المباراة الثانية لحد الشوط الأول، وبعد ما تريزيجيه نزل وإمام عاشور بدأ يستلم من وسط الملعب ويقوم بدوره اللي هو المفروض يعمله، اللي هو مركز 8، بيحمل الكرة ويتدرج بيها ويقدر إن هو يعمل جملة متكاملة كخط وسط. الوحيد اللي كان بيعملها في الوقت ده كان إمام عاشور. ولما تريزيجيه نزل بدأ الدنيا تفتح شوية وبدأ يمسكوا كورة ويستحوذوا ويضغطوا وكان في روح. أعتقد إن هو ده من أداء اللعيبة نفسها ومش من المدرب. طريقة لعب فيتوريا مع منتخب مصر غير ان هو تايه اصلا، وغير ان هو مش عارف هو عايز ايه، وبينزل لعيبة مش في مكانها وبيعمل حاجات كده مختلفة، بينزل لعيبة اصلا المفروض ما تلعبش. حاجات كده هو بيعملها. هتكلم بس عن طريقة اللعب بتاعت منتخب مصر مع فيتوريا. لما رجعت شوية للخلف، يعني شوية كده صغيرين، وشفت واتفرجت على فيتوريا مع نادي النصر السعودي، فيتوريا كان بيلعب بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده. كان بيلعب الكورة من الخلف للأمام، خط الوسط بينزل ويلعبها على نور الدين مرابط اللي كان في الوقت ده لاعب النصر، ونور الدين مرابط بيلعبها على حمد الله، بيرفع الكرة على حمد الله. طيب حلو الكلام ده. لو انت عايز تلعب مع منتخب مصر بالشكل ده يبقى لازم ان انت تنزل فتوح، لان فتوح في المكان ده هو مهارة اكتر، وطبعا الرفعات بتاعته افضل من حمدي اللي كان بيصطاد عصافير في المباراة اللي فاتت. غير كده ان الخطه بدل مبنيه على الجبهه اليسرى او على الباك الشمال، لازم واحد يكون مهاري، لان فتوح هو اللي بيفضل لك مساحه اكبر لمرموش ان هو يدخل يلعب كسترايكر تاني مع مصطفى محمد، او يلعب 9.5 يكون خلف مصطفى محمد ويبتدي ان هو يدخل لجوه ويسدد على المرمى. انت عندك مشكله في النقطه دي، ان حمدي ما عندوش الحته الخبره بتاعت افريقيا دي، واحد. تاني حاجه ان ما عندوش المهاره زي فتوح بالظبط، ان فتوح، لان فتوح ده حاجه تانية خالص. الحاجة التانية وده الأهم، إن أنت تلعب بطريقة اللعب اللي هي الأفضل وإن هي تنجحك زي ما أنت لعبت بيها في الشوط التاني، إن أنت تبتدي إن أنت تعمل فعلا زيادة عددية وتفوق عددي في المكان ده، وتبتدي إن مرموش يدخل كرأس حربة تاني، بس ما بلاش إن أنت تلعب كرة طويلة من الخلف الأمام وإمام عاشور هو اللي يتدرج بالكرة. وطبعا في الوقت ده لازم تنزل مروان عطية يلعب مكان النني، وده حاجة لازم تعملها عشان تقدر ان انت تستحوذ وان انت تقدر تستخلص الكرة في اسرع وقت، سواء بمروان او حمدي فتحي او امام عاشور في خط الوسط، لان دي حاجة هتكون مميزة وانا هقول لك التشكيل في الاخر. النقطة الدفاعية بقى، ان انت لازم في الارتداد الدفاعي انت لو هتضغط تضغط من قدام وكل الفرقة ترحل معاك في وقت الضغط. طب لو مش هتضغط بقى وانت بدأت ان انت ترجع للخلف وبدأت تلعب 4-4-2، بلاش ان انت تلعب بضغط بخط دفاع متقدم، لان خط الدفاع المتقدم ده بنضرب فيه بسهولة جدا، لان انت ما عندكش سرعات. سواء حجازي، انا مش هقول لك عبد المنعم ما عندوش، لا، بس حجازي وعبد المنعم ما فيهمش اللاعب اللي هو بيقدر يضغط ويلتحم وياخد الكورة، وده كان ينقصه ياسر ابراهيم. بس انا عارف ان ياسر بعيد، بس خلينا ان هو حجازي او محمد عبد المنعم. فالحل الوحيد ان انت تبتدي ان انت تلعب بدفاع متوسط، بلاش الدفاع المتقدم. وغير كده ان انت في وقت لما الكرة تعدي نص الملعب بتاعك وبدات ان انت ترجع ويضغط عليك، لازم ان انت هنا تضغط ضغط حاد في نقطه معينه، لازم تضغط ضغط حاد عشان تستخلص الكوره. وانت هيكون معاك مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور، هم من نوعيه اللعيبه اللي بتضغط، حتى احمد فتوح كمان بيقدر يضغط كويس. ولازم تتكلم ان انت كمدافعين، سواء احمد حجازي او عبد المنعم، واحد بيضغط وواحد بيقف يغطي كاليبرو، مش لازم ان هما الاثنين يلعبوا كاليبرو، لو ان احنا بنشوف الاثنين برضو نفس الشكل بتاعهم، بيرجع للخلف اكتر، ما بيضغطش ياخد الكرة ويستخلص الكرة. هقول تشكيل منتخب مصر بقى اللي يبدا من وجهه نظر انا شايف ان محمد الشناوي هيبدا، محمد عبد المنعم وحجازي، لان صعب ان هو يبدا بياسر، وعلى اليمين هيكون عمر كمال عبد الواحد، وعلى الشمال هيكون مع احمد فتوح، وفي نص الملعب هيكون مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور، وقدامهم مرموش وزيزو، وقدامهم مصطفى محمد، وهسيب تريزيجيه معايا على الخط لورقه رابحه تنزل في الشوط الثاني. باذن الله هنفوز كلكم ورا منتخب مصر وندعم منتخب مصر، ملناش دخل باشخاص، احنا مصريين واحنا بنشجع مصر. بشكركم، ما تنساش المتابعه واللايك، ومع السلامه.